لو فهمت الثلاث مفاتيح اللي في الفيديو دول ممكن تكون اخر مره تقلق فيها على فلوسك. لو حسيت ان الفلوس دايما بتجري منك ومش قادر توصل للحريه الماليه، يبقى اكيد السبب مش في الظروف لكن كان في طريقه تفكيرك انت. عقليه الغني مش بس حظ او فلوس كتير، طريقه تفكير ممكن تتعلمها وتبنيها عشان تغير في حياتك. الفيديو ده بقى هيفتح لك باب لعالم جديد، اديك فيه خطوات عمليه تبدا بيها رحله الغنى الحقيقي. أول خطوة إن الغنى بيبدأ من الداخل، بيبدأ من أفكارك ومعتقداتك. أفكارنا هي المحرك الأساسي لأي حاجة بنعملها. لو عقلنا متأثر بأفكار سلبية عن المال، ده هيأثر على تصرفاتنا وردود أفعالنا، ممكن حتى يخلي الفرص تروح مننا من غير ما ناخد بالنا. لو شايفين إن الفلوس حاجة صعبة ومش لينا، عقلنا هيبدأ يشتغل على النقطة دي. ممكن تلاقي نفسك بتفوت فرص أو تتأخر في اتخاذ قرارات مالية مهمة. لو جربت تغير حاجة زي جملة أنا فقير لأنا في رحلتي نحو الثراء، هتلاقي نفسك بتتصرف بشكل مختلف وبإصرار أكتر، لأن زي ما قال نابليون هيل الأفكار هي الأشياء الحقيقية الوحيدة. تاني حاجة، خلي عندك رؤية واضحة لأهدافك المالية. تخيلي كده معايا إنك في مركب في وسط البحر، غير بوصلة ولا خريطة، تفضلي تروحي وتيجي وسط الأمواج، يمكن توصلي يمكن تضيع رحلتك كلها. نفس الفكرة بتنطبق على الفلوس. كتير بقى من الناس بتعيش في دوامة العيشة والسلام، يشتغلوا ويصرفوا ويدفعوا التزامات، يخلص الشهر ويبدأ اللي بعده. لكن لما تيجي تسأل نفسك توصل لإيه، يبصوا لك بصدمة، مش لأنهم مش عايزين حاجة لكن لأنهم مش متعودين يسألوا نفسهم السؤال ده. الرؤية الواضحة في النقطة دي مش رفاهية خالص، دي وقود داخلي. لما يكون عندك صورة ذهنية واضحة للي عايزه، سواء بقى كانت بيت مريح، حرية مالية، ومشروع خاص، عقلك هيبدأ يشتغل لصالحك. كل قراراتك الصغيرة بتتحرك في اتجاه الهدف ده من غير ما تحس. والعلم كمان بيأكد ده. دراسة نشرتها جامعة كاليفورنيا، باحثة جال سويس اكتشفت ان الناس اللي بيكتبوا اهدافهم وبيخططوا ليها بيحققوها بنسبة 42% عن الناس اللي سايبين اهدافهم كده في دماغهم. ممكن نبدأ بأسئلة بسيطة في النقطة دي. ايه شكل الحياة اللي نفسي اعيشها بعد 5 سنين؟ عايزة الفلوس ليه؟ حرية، امان، تجربة حياة احسن. ايه العقبات اللي ممكن تمنعني وازاي استعد ليها؟ اكتبي كل حاجة حتى لو حسيتي انها بعيدة او مش منطقية، لان مجرد انك بتكتبي بتخلقي خريطة ذهنية لعقلك بتقولي له أنا عارفة أنا رايحة فين. الفلوس ما بتتجمعش صدفة لكنها بتتجمع حوالين هدف واضح، والهدف ده مش لازم يكون مليون جنيه خالص، ممكن يكون راحة بالك أو أول استثمار أو إنك تخلص من الدين. المهم إنك تبقي شايفة مش ماشية عمياني. تالت حاجة هنتكلم فيها، علمي نفسك مبادئ المال والاستثمار. المال مش علم غامض ولا محتكر على عباقرة البورصة والاستثمار. المال مهارة وممكن أي حد يتعلمها، بس السؤال انت مستعدة تتعاملي مع الفلوس على إنها مسؤولية معرفية مش مجرد رزق يجي ويطير. مدهش بقى إننا بندرس في المدرسة عن النباتات والكواكب، بس مفيش ولا حصة واحدة بتعلمنا إزاي ندير مرتباتنا أو يعني إيه أصل وفايدة وإزاي نخطط لمستقبلنا المالي. عشان كده أول خطوة هي انك تقرري تتعلمي وتتعلمي بجد. ابدأي من الاساسيات، يعني ايه ميزانيه، ازاي افرق ما بين الرغبات والاحتياجات، ازاي احوش حتى لو دخلي بسيط، ازاي ابدا افكر في الاستثمار حتى لو بمبالغ صغيره. كتاب ريتش داد بور داد بيقول ان الاغنياء بيشتروا الاصول والفقراء بيشتروا الالتزامات اللي فاكرينها اصول. يعني ايه؟ يعني بدل ما تصرفي على الحاجات اللي بتستهلك فلوس، استثمري في حاجات تزود دخلك على المدى الطويل. الاصل يعني حاجه بتزود لك فلوس زي مشروع استثمار او مهاره بتجيب شغل. التزام يعني حاجة بتسحب الفلوس زي عربية فخمة بتدفع عليها أقساط وصيانة. وفي كتاب ذا مليونير نيكست دور اكتشفوا إن معظم أصحاب الثروات مش مشاهير ولا لابسين براندات، الناس عادية جدا بس عندهم عادة ثابتة، حوشوا يستثمروا وعايشين تحت مستوى دخلهم. ده معناه إن الغنى مش صدفة، الغنى نتيجة اختيارات يومية بسيطة بتتكرر بوعي، زي إنك بدل ما تصرفي المكافأة أو البونص كله تحوشي جزء أو تدوري على كتاب يعلمك أكتر عن الاستثمار. ابدأي كورسات أونلاين مجانية أو بودكاست بيعلمك عن المال. تابعي ناس بتشرح ببساطة عن الاستثمار في الأسهم، الصناديق المشتركة، الاستثمار العقاري، أو مفهوم الفايدة المركبة اللي قال عنها أينشتاين أعظم اختراع عرفته البشرية. خلي دايما عندك كشكول أو تطبيق تسجلي فيه دخلك الشهري ومصاريفك وأهدافك المالية طويلة المدى وقصيرة المدى. مع الوقت هتلاقيكي مش بس بقيتي أذكى ماليا لكن كمان أهدى نفسيا، لأنك بقيتي ماسكة زمام الأمور مش ماشية ورا المجهول. رابع نقطة هتكلم فيها معاكم النهاردة، ابعد عن عقلية الندرة وفكر بعقلية الوفرة. في صوت جوه كل واحد فينا بيهمس مفيش فرصة، مش هلحق، الفلوس صعبة ومش دايما موجودة. الصوت ده بقى اسمه عقلية الندرة. عقلية بتخليك دايما حاسس ان الدنيا فقيرة وانك لازم تخطف قبل غيرك، ان النجاح محدود
ولو حد نجح فده معناه انك فشلت. بس الحقيقه مش كده خالص. كاتب ستيفن كوفي في كتابه العادات السبع للاشخاص الاكثر فاعليه بيشرح الفرق بين عقليه الندره والوفره، وبيقول الناس اللي شايفه بعقليه الندره شايفه الحياه كانها كحكه صغيره لازم يتخانقوا على الجزء الاكبر منها، بينما الناس اللي عايشه بعقليه الوفره هم شايفين ان في كعك كتير ممكن اصلا نخبز غير. عقليه الوفره مش بس بتغير نظرتك للفلوس، لكنها بتغير نظرتك للحياه كلها. بتخليك تفكر مش انا ما عنديش، لا، ازاي اخلق وافكر واتعلم واطور. مش الفرصه راحت، لكن الفرصه هتتجدد وانا هصنع فرصتي بنفسي. مش انا قليل، لكن انا لسه فيا امكانيات ما اكتشفتهاش. وكتاب ذا ساينس اوف ذا جيتنج ريتش من اوائل الكتب اللي اتكلمت عن التفكير الايجابي والوفر، وبيقول فيه لا يمكن للانسان ان يصبح غنيا طالما يعتقد ان الغنى شيء نادر. جرب تسال نفسك كل يوم انا عندي ايه النهارده ممكن ابدا بيه، مش جمله انا ناقصني ايه. وقتها بقى هتلاقي مخك بيشتغل بطريقه تانية خالص، طريقه بتدور في الحل مش العذر، طريقه بتخليك تبني مش تهرب، طريقه بتخليك انك تشوف الغنى مش بس في رصيدك في البنك لكن كمان في مهارات وقدرتك على التعلم وبشجاعتك انك تكمل. ولما تغير طريقه تفكيرك طريقك كله بيتغير. رقم 5، خلي عندك عادة الادخار حتى لو كانت صغيرة. الوقت بتاعنا ده بنحس ان فكرة الادخار بقت مستحيلة، بس خليني اقولك على سر. الادخار عمره ما كان رقم، الادخار عادة. الفكرة مش في قد ايه بتحوش، الفكرة ازاي تعود عقلك انه يحوش اصلا. وكتاب اغنى راجل في بابل قال قاعدة بسيطة بس غيرت ملايين من الناس. ادفع لنفسك اولا على الاقل 10% من كل دخل يجيلك، حتى لو كانت 5 جنيه 20 أو 50، المهم إنك تبدأ. لأن الادخار مش بس بيبني رصيد في البنك، ده بيبني ثقة في النفس. حوش الأول واصرف من اللي باقي. رقم 6 بقى، اتحكم في مصروفك، لأن مصروفك مرآة اختياراتك النفسية. التحكم في المصروف مش بس مسألة تنظيم، دي مسألة هواية. يعني كل جنيه بتشوف انت مين، بتفكر ازاي، ايه اللي بتديله قيمة فعلا. واحدة من الدراسات النفسية الغريبة في جامعة كامبريدج لقت إن أنماط الصرف ممكن تتنبأ بجوانب من شخصية الإنسان. هل منفتح، قلق، بيحب السيطرة، بيدور على الاستقرار. يعني اللي بيصرف كتير عن السفر مختلف تماما عن اللي بيصرف على حاجات فاخرة، مختلف عن اللي بيصرف على التعليم. والمثير أكتر إن المصاريف دي ممكن تكون محاولة تعويض عن ألم نفسي. اللي بيصرف على الرفاهية أكتر من دخله بيكون دايما حاسس بالنقص. اللي بيخزن كل قرش ممكن يكون اتربى في بيئة حرمان ولسه مخه مش قادر يستوعب إن في وفر. وأول خطوة عشان تتحكم في مصروفك هي إنك تسأل نفسك هو أنا ليه بصرفه كده؟ هل فعلا أنا بشتري حاجة ولا بشتري إحساس بالانتماء والرفاهية والراحة؟ ومن هنا هتبدأ تسترجع تحكمك الحقيقي. الأفكار بقى اللي محدش بيتكلم عنها في التقسيم المالي هي فكرة الحساب العاطفي. زي ما قلنا، اعمل لنفسك حساب صغير مخصص لحاجات تحبيها وتسعدك حتى لو المجتمع شايفها تافهة. حساب لنفسك من غير تأنيب بس بميزانية محددة، ده بيقلل فرصة الانتقام المالي. لما نحرم نفسنا لفترة طويلة فجأة نشتري كل حاجة كنوع من التعويض النفسي، كنوع من الانفجار. لو شخص مستقل أو بتشتغل شغل حر ممكن تستخدم تقسيم القيم بدل النسب. 40% حاجات بتحافظ على كرامتك، 30% حاجات بتوسع مداركك، 20% حاجات بتقوي استقلالك، 10% لحاجات بتفرحك. التقسيم هنا ما بقاش أرقام بس، ده بقى مراية حقيقية لأولويات. الذكاء المالي مش معناه إنك تعمل أكتر من الفلوس، الذكاء الحقيقي هو إنك تعيش بطريقة ما تحتاجش فيها دايما إنك تعمل أكتر. كل ما مصاريفك بقت بسيطة وذكية نابعة من وعي، كل ما زادت قدرتك على اتخاذ قرارات حرة مش مدفوعة بخوف أو بضغط. رقم 7، استثمر في نفسك لأنك الأصل الحقيقي لرأس المال. لو سألت أي خبير استثمار وقلت له فين أحسن مكان ممكن أحط فيه فلوسي هيقول لك في نفسك. بس خلونا نقف هنا لحظة، يعني إيه في نفسك أصلا؟ هل معناها الكورسات، الدورات، ولا شكل أعمق؟ الاستثمار في النفس الحقيقي هو إنك تحول وعيك وأفكارك ومهاراتك لأصول بتديلك قيمة على المدى البعيد. لو جينا نبص على العقلية دي من منظور مالي هنقول إن إحنا عندنا نوعين: ناس شايفة نفسها مصدر استهلاك، ناس شايفة نفسها أصل استثماري. مصدر الاستهلاك تاخد المرتب تصرفه تعيش اللحظة، أصل استثماري تزيد قيمتها وترجع تحصد عوائد الفكر والتعلم طول العمر. زي ما قال بنيامين فرانكل، الاستثمار في المعرفة دايما بيحقق أفضل عائد. ابدأ بقراءة كتب زي مايند سيت هيخليك تعيد تعريفك للفشل والنجاح. كتاب زي الديب وورك هيعلمك تركز وتشتغل بعمق في وسط المشتتات اللي احنا فيه. وكتاب زي اتوميك هابتس هيعيد مفهومك عن التغيير. خلي بالك مش لازم تخلص الكتاب في يوم، لكن لازم تطلع بحاجة واحدة بس تغير منها طريقة تفكير. النصيحة اللي دايما بننساها: أحط لنفسي وقت للتفكير. مش لازم كل لحظة تبقى إنجاز، أوقات الراحة والتأمل جزء من عملية النمو. نفسك تستحق وقت مش بس فلوس. فلوسك هتروح وتيجي، لكن كل حاجة استثمرتها في نفسك، في عقلك، في مهاراتك هتفضل معاك.
وهتبني بيها حياة متكاملة مش بس حساب بنكي ممتلئ. ورقم 8، استعد للفشل وتعلم منه. احنا قلنا ان الفشل مش نهاية الطريق، هو خطوة مهمة في رحلة النجاح. الدراسات كمان اثبتت ان اللي بيتعلموا من فشلهم بتزيد فرص نجاحهم بشكل كبير جدا في المرة اللي بعدها. لو حصل فشل مش لازم تلوم نفسك، حلل اللي حصل وتعلم منه. كتاب ذا اوبستكل از ذا واي قال ما يقف في طريقك هو طريقك. خليك دايما فاكر ان الفشل فرصة للتعلم، ومش عيب انك تغلط، العيب انك ما تقومش. رقم 9، خلي محيطك ايجابي وبيحفزك. محيطك هو اللي بيحدد طاقتك وطموحك، وكنت وسط ناس سلبيين هتتاثر بيهم حتى لو مش عايز، لكن لما تحيط نفسك باشخاص بيدعموك بيشجعوك وتحس بطاقه جديده جواك. دراسات بتقول ان الدعم الاجتماعي زود فرص النجاح والرضا في الحياه. كمان خلي بالك من اللي بتتابعهم على السوشيال ميديا، لانهم بيأثروا عليك زي الناس اللي حواليك. افتكر دايما طاقتك بتعادل متوسط الطاقات اللي حواليك. عشان كده ابحث عن الناس اللي بتشجعك وبتدعمك وبيساعدوك تكبر وتنجح. رحله بناء عقليه الغنى، المحيط الايجابي مش رفاهيه، ده ضروره. رقم 10، استثمر وقتك بذكاء. الوقت هو اغلى حاجه معاك. اللي بينجح مش عنده وقت اكتر، لكن اللي بيعرف يستغله صح. فترات راحه عشان دماغك تبدا تشتغل كويس. وزي ما قال ستيف جوبز، الوقت محدود فاوعى تضيعه. ودايما افتكر الوقت اللي بتضيعه مش هيرجع، استغله بحكمه. رقم 11، خلي دماغك دايما متفتحه على الفرص الجديده. العقل المفتوح هو سر النجاح. لما تكون مستعد تستقبل افكار جديده وتجارب مختلفه تلاقي فرص كتير حواليك بتظهر. مش كل فرصة لازم تناسبك، لكن المهم انك ما تقفلش الباب على اي احتمال، ان الفرص مش دايما بتيجي بشكل واضح. زي ما بيقول دين كرانجي، الشخص المستعد يتعلم حاجة جديدة كل يوم هو ده الشخص اللي هيتعلم وهيكبر. ليك فضولي، جرب جديد، وافتكر دايما الفرصة ممكن تكون خطوة صغيرة بتغير لك حياتك بالكامل. رقم 12 واخر حاجة معانا، انك تعرف ازاي تفرق ما بين الاستهلاك والاستثمار. كتير مننا بيخلط ما بين الاستهلاك والاستثمار، وده بيأثر على فلوسنا بشكل كبير. الاستهلاك هو انك لما بتصرف على حاجه بتنتهي او مش بتجيب لك عائد، زي الاكل او الملابس او الترفيه. اما الاستثمار فهو انك بتستخدم فلوسك في حاجه بتزود قيمتك او بتجيب لك دخل مستمر، زي التعليم، الاسهم او المشاريع. في كتاب الاب الغني والاب الفقير بيشرح ده بوضوح، بيقول ان فهمك للفرق هو اللي هيحدد مستقبلك المالي. لما تركز على الاستثمار حتى لو بسيط تبدا تبني ثروه على المدى الطويل بدل ما تضيع فلوسك بسرعه. خلي بالك مش كل استثمار دايما بيكون ناجح، لازم تتعلم وتفهم الاول. بشكرك جدا انك وصلت معانا للنقطه دي في الفيديو، واحب افكرك ان عقليه الغنى مش حلم بعيد، هي اختيار يومي، تدريب مستمر لعقلك بطريقه مختلفه. ابدا بالتغيير من جوه. شاركنا دايما افكارك في الكومنت، وخليك دايما فاكر خطوه جديده درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحله المعرفه.